أهلا ومرحبا شيخنا في بداية ذلك. نتشرف بانضمامكم في هذه الندوة. وتشرفنا بلقائكم أستاذ الدكتور ذو الخير سفيان. وكمان الدكتور محمد رضا الماجستير متكلم الدولي، أتينا من السودان. ما شاء الله، تبارك الله يا شيخنا، أفادنا الله بغزير. جزاك الله خير يا دكتور. ما شاء الله، كأن السودان قريب يا أخي رضا، يطوي بك الدنيا فكأنك ها هنا. ما شاء الله. Gimana cara ini? نبدأ دكتور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، نشكره عز وجل على جزيل عطائه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين، حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، المكرم مدير معهد المنار الحديث للتربية الإسلامية فضيلة الأستاذ إكرم محمد أمين الماجستير، المكرم مشرف هيئة إشراف اللغة وتطويرها بمعهد المنار الحديث فضيلة الدكتور ذو الخير سفيان، المكرم رئيس هيئة إشراف اللغة وتطويرها بمعهد المنار الحديث فضيلة الأستاذ سفريج الأحمد إسها، والمكرمون الأساتذة الأفاضل المتكلمون في هذه الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، فضيلة الدكتور بحرم أمير وفضيلة الدكتور ذو الخير سفيان، وكذلك الأستاذ محمد رضا الماجستير. والمكرمون سعادة الأساتذة بمعهد المنار الحديث للتربية الإسلامية، والحضور الأعزاء والطلبة الأحباء والطلبة الكرام، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية من كلامنا هذا، يسعدنا أن نرحب بجميع زملاء المتابعين الأفاضل أجمل الترحيب، شاكرا لكم لاستجابتكم وحضوركم ومشاركتكم إلى هذه الندوة العلمية عبر الإنترنت بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. وكما يسعدنا جميعا أن نرحب بنخبة الأساتذة المتكلمين الأفاضل الذين سيتحاورون معنا في هذه الجلسة العلمية المباركة. وافتتاحا لهذه الندوة العلمية، تعال بنا نقرأ بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تعال بنا نستمع لتلاوة الذكر الحكيم التي سيقوم بقراءتها الطالب الفاضل الفيزة، طالب السنة النهائية بمعهد المنار الحديث، فليتفضل بتلاوة آيات الله الحكيم مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ثم تليه كلمة الترحيب التي سيلقيها مشرف هيئة إشراف اللغة وتطويرها بمعهد المنار الحديث للتربية الإسلامية سماحة الدكتور ذو الخير سفيان، فليتفضل بإلقاء كلمته مشكورا ومأجورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، بنعمة الله تتم الصالحات، ونحتفل نحن بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وأقدر الشكر لرئيس الجلسة الأستاذ رفقي هداية الخليج الماجستير، حيث أدار إن شاء الله هذه الندوة العالمية أو الندوة العلمية. وأشكر السادة المتكلمين في هذه الندوة وفي هذه المناسبة، الأستاذ الدكتور بحر أمير الماجستير، نائب مدير بجامعة الاتفاقية في إندرالايا بالembang، فكأنه لم يحضر. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا بروفنا. ما شاء الله، تبارك الله. تفضل. ويليه المتكلم الثاني، وكان خريجا في هذا المعهد الحديث، الأستاذ محمد الرضا الماجستير. الحمد لله بعون الله وتوفيقه أتم هو دراسته، فهو منتظر لهذا اليوم، فنباركه بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. ما شاء الله، مبارك يا محمد رضا. فحقيقة أشكر إلى جميع الحاضرين والحاضرات
الذين شاركوا في هذه الندوة عبر الإنترنت. وحقيقة أنا سعيد جدا بلقائكم في هذه المناسبة. وهذه المناسبة تحمل موضوع واقع تعليم اللغة العربية في المعاهد الحديثة. سوف هناك يتساءل لماذا أنا نفسي والسادة الأساتذة في هذه المناسبة سوف يتساءل لماذا لم أحدد يعني المكان. مثلا نقول واقع تعليم اللغة العربية في المعاهد الحديثة في إندونيسيا مثلا، لأنني لا أريد أن أحدد. لماذا؟ ولأننا نريد يعني أن نسمع، نريد يعني أن نستفيد من الزملاء من الحاضرين والحاضرات، فربما كانوا جاءوا من بقاع البلدان غير إندونيسيا، فنريد كذلك أن نستمع ونستفيد. يعني ماذا؟ واقع تعليم اللغة العربية في المعاهد الحديثة. وحقيقة السؤال الثاني أنا أريد أن أقول لماذا المعاهد الحديثة؟ لأننا لم نسمع هذا المصطلح كمعرفة إلا في القرن السبعين، في السبعينات والثمانينات من القرن السبعينات والثمانينات في هذا المصطلح. وأول من يحمل هذا المصطلح عرفنا معهد بنتور الحديث في بونورغو جاوا الشرقية. يريد شيئا مهما، وسوف فيما بعد أنا أيضا أقدم في هذه الندوة. لكن على كل حال أنا أريد أن أبارككم بهذه الندوة وباحتفالنا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. وأعيد مرة ثانية والله أنا حقيقة سعيد جدا بهذه الندوة، ولا سيما انضم معنا صاحب السوء والسعادة محروم أمير الماجستي، وهو زميلي وصديقي، واستفدت منه أكثر من خبراته التعليمية واللغوية. فحقيقة اليوم أريد يعني وأود أن أستمتع بخبراته، ونحن جميعا إن شاء الله سنستفيد كثير فأكثر من غريزة علومه. فأكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أستمر بعد في السمينار أو الندوة، ونفتتح هذه الندوة بقراءة أم الفرقان الفاتحة. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. لفضيلة الدكتور الخير سفيان على هذه الكلمة الترحيبية. ثم يليه الدعاء الذي سيتفضل بقراءته فضيلة الأستاذ سفريج الأحمد أسها، رئيس هيئة إشراف اللغة وتطويرها بمعهد المنار الكريم، فليتفضل بقراءته مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين حمد الداعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. آمين وجزاك الله خير يا حسن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد اللهم لله. إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم إن شاء الله قريب إن شاء الله يمكن بعد يومين ورحمة عند يمكن. الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك يا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح نساء المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Udahan belum? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لأستاذ رجال عمل على قراءته للدعاء. نسأل الله تعالى أن يجعل ندوتنا هذه ندوة مباركة مليئة بالعلم والبركة. وأيها المتابعون الأفاضل والحضور الكرام، قبل أن ندخل إلى الندوة التي نحن بصددها، دعونا نفيدكم علما بأن هذه الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بموضوع واقع تعليم اللغة العربية في المعاهد الحديثة ستتكون بإذن الله تعالى من خلال 3 محاور. المحور الأول يقدم فيه عرضه فضيلة الدكتور بحروم أمير الماجستير، وهو نائب مدير بجامعة الاتحادية الإسلامية لعلوم القرآن إندرالايا بالembang. والمحور الثاني يتفضل بإلقائه الأستاذ محمد رضا الماجستير، وهو خريج معهد منار وحامل شهادة الماجستير في تعليم اللغة العربية غير المنتهين بها بمعهد الخرطوم الدولي السودان. ثم المحور الثالث وهو المحور الأخير من هذه الندوة العلمية يقوم بتقديمه فضيلة الدكتور عبد الخير سفيان الماجستير، وهو هيئة الحديث، وكذلك هو محاضر في اللغة العربية وآدابها بجامعة الرانري الإسلامية الحكومة ببندا أجي. ونفيدكم علما بأن هذه الندوة ستدار وسيدار كل محور من هذه المحاور الثلاثة في مدة ربع الساعة، ثم نفتح بعد ذلك مجالا لطرح الأسئلة واستقبال المداخلات. ولا ننسى أن ننبه جميع بالحفاظ على سكون البيئة وإيقاف تشغيل ميكروفون إلى حد مسموح. فلذلك نأمل من الجميع والحضور والمتابعين الكرام الالتزام والتقيد بهذه التعليمات. وتوضيحا لهذه التعليمات untuk wataniatan, kami mohon kepada seluruh peserta yang berada di Zoom, mohon untuk mematikan mikrofonnya kecuali bagi siapa yang mendapatkan kesempatan untuk berbicara. أيها المتابعون الأفاضل والحضور الكرام، والآن تعال بنا نتناول المحور الأول من هذه الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والذي سيقوم بإلقائه فضيلة الدكتور بحروم أمير ماجستير. فليتفضل سماحة الدكتور مشكورا ومأجورا. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Nashkuruhu Allah Subhanahu wa ta'ala ala i'ta'i ni'amihi wa nashhad bi annahu la ilaha illa hu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Limunasabati hadzal yawm al-yawm al-'alami lil-lugha al-arabiyyah nuhanni'ukum jami'an bitabrikat alf mabruk lana jami'an wa li al-'ashiqin al-lugha al-arabiyyah wa li muhibbin al-lugha al-arabiyyah wa kadzalika urid an urahib bikum jami'an fi hadhihi an-nadwa al-iftiradiyah allati turakkis ala mawdu' hawla waqi' ta'lim al-lugha al-arabiyyah fil ma'ahid al-hadithah. Ismahu li bidayatan an uqaddim syukri al-jazil li jami'i hay'atil lajnah bi sababihim uqidat hadhihi an-nadwa min nukhbati al-mudarrisin bi ma'had al-manar. Jazakumullahu khair wa jazakumullah ala ma fa'altum. Wa kadzalika jami' a'dha' hay'at at-tadris bi ma'had al-manar alladhina samahu li an uqaddim lakum al-kalimat aw kalam fi hadhihi an-nadwa al-iftiradiyah. Kama yasurni aidan an ashkur sadiqi wa zamili al-ustaz ad-doktor Dzul Khair. Assalamualaikum ya ustazna. Ala da'watihi al-khassa bi fi hadhihi an-nadwa al-muhimmah. Li uqaddim kalimah aw ma yusamma tabadul ma'lumat aw tajrubah al-khassa fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah li abna'ina at-tullab wat-talibat fil ma'had. Nahnu indana ma'had al-ittifaqiyah wa indakum aidan ma'had al-manar. Farubama nurid nasma aidan minkum kaifa tajrubatikum fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah fi ma'had al-manar. Wa ati ilaikum bi ba'd tajrubatuna fi ma'had al-ittifaqiyah khasatan fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah kaifa nudarrisuhum wa kaifa nu'allimuhum kaifa al-muallimin fi hadha al-ma'had al-mudarrisin wa kadzalika nashkur li al-akh mudir jalsah al-ustadz Rifki Hidayatil Khaliq wa ka'annahu minas fi Sudan. Sahih ya ustazna? لست في السودان سن. لست في السودان. عفوا. وكذلك النخبة من المدرسين الذين سوف يتحدث معنا في مجال تعليم اللغة العربية واقع تعليم اللغة العربية في المعاهد الحديثة. الأستاذ محمد رضا الماجستير حياكم الله. وتصرفنا أيضا بحضور المشاركين في هذه الندوة الذين بلغوا حوالي عددهم 146. نرحب بكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. أعرض لكم الموضوع الذي سوف نتحدث حوالي 15 دقيقة. نمر بسرعة. واقع تعليم اللغة العربية في المعاهد الحديثة
خاصة في معهدنا معهد الاتفاقية. كما نعرف أن المعهد هناك المعهد تقليدية ومعهد حديثة. ما السمة أو سمات من معهد التقليدية والمعهد الحديثة؟ أن المعهد التقليدية كما عرفنا هناك مظاهر في تعليم اللغة العربية أنهم لا يهتمون بمهارة الكلام، بل أنهم يهتمون بمهارة الترجمة، ودرسوا أو كتاب الأسفل، ما نقول كتاب الأسفل. المقدمة أتي إلى مقدمة بسيطة. اللغة العربية وسيلة ووعاء شأنها كشأن سائر اللغات. كما عرفنا أن اللغة العربية يعني كمثل اللغات الأخرى عندها عناصر اللغة، مكونات اللغة. كما عرفنا أن اللغة لها 3 عناصر، هي أصوات، لها أصوات، ولها الكلمات أو المفردات، ولها أيضا التراكيب. وكذلك في اللغة العربية نحن ندرس الأبناء طلابنا، ندرس أصوات العربية، وندرس أيضا كلمات العربية، وكذلك ندرسهم التراكيب للعربية. وإضافة إلى ذلك أن العربية هي المدخل الطبيعي إلى فهم العلوم الشرعية فهما صحيحا ولا غموض ولا خطأ. كلما تمكن الإنسان في العربية كان فهمه لنصوصها أجود وأسلم، وكلما تدنى مستواه وتمكنه منها كان فهمه أردأ وإلى الخطأ أقرب. إذا نحن بحاجة ماسة إلى فهم الصحيح حتى نستطيع أن نحسن الاتباع الذي أمرنا به خالقنا، وأشار إلى شيء من أثره علينا في نحو قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذه المقدمة الذي نريد أن نمر به. ثم نتعرف الآن عن نظام المعهد الحديث في تعليم اللغة العربية. كيف نظام معهد الحديث في تعليم اللغة العربية؟ إمكانية خلق البيئة اللغوية. البيئة اللغوية هي تعتبر يعني شيء مهم في تعليم اللغة العربية، سواء كان في الفصل أم خارج الفصل. وسنذكر بعض العوامل المساعدة على نجاح تعليم اللغة العربية في المعاهد الحديثة، خاصة نحن في معهد الاتفاقية. أولا، وجود هيئة ترقية اللغة العربية، وجود كمثل في معهد المنار هناك مركز أو هيئة تطوير اللغة العربية، ومن أهم وظائفها كالتالي: أولا، الإشراف العام في تنفيذ نظام استخدام اللغة الرسمية ومحاكمة متجاوزين الذين لا يتحدث باللغة العربية، يتكلم باللغة المحلية مثلا، فنعطي لهم العقوبات، العقاب لمن لا يتحدث ولمن لا يتكلم مع زملائهم بالعربية، نأتي لهم العقاب التربوية. مثلا ينظف الحمامات أو ينظف الفصول. هذه المحاكمة
للمتجاوزين. ثانيا تلقين المفردات الجديدة كل الصباح لا تقل عن 5 كلمات. كل الصباح بعد صلاة الصبح الطلبة يجتمعون في الميدان، يجلسون ويتعلمون الكلمات. كما عرفنا أن الكلمات هي جزء من عناصر اللغة، فلذلك تعليم الكلمات هي جزء مهم جدا في تعليم اللغة العربية. بل ليس تعليم الكلمات بحتة، بل تعليم الكلمات باستخدامها، كيف تراكبها، كيف تكون هذه الكلمة في داخل الجملة. ليس تعليم كلمة فقط، بل كيف هذه الكلمة تستخدم في الجملة المفيدة. ثالثا من وظائف هيئة ترقية اللغة العربية إصدار المجلة الحائطية وتفريضها للمسابقات بين الفصول أو الداخليات. مثلا الطلبة هناك سبورة مهيئة خاصة لمجلة الحائطية، فربما الطالب يكتب بعض الشعارات، بعض الكلمات المعبرة عن مشاعره، عن مثلا يوم الميلاد، استقلال إندونيسيا، يكتب كلمة أو الجملة سطر أو سطرين ويعلق في مجلة الحائطية. وبعد ذلك الهيئة أو هيئة ترقية اللغة العربية هذه يفتش ويروا ما هي المجلة الحائطية المفضلة، أي يعطي لهم النتيجة ويعطي لهم تكريمات لمن فاز في هذه المسابقات. ثم رابعا عقد المسابقات في المسرحية أو التمثيلية بين الطلبة. مثلا المسرحية عن السيرة النبوية، كيف بلال يعقب عندما دخل الإسلام، أي أسلم، وكل هذه النصوص موجودة في الكتب العربية، فقط هم يحفظون الحوار بين بلال بن رباح وكذا وكذا، هذا موجود. فإذن هذه المسابقات في المسرحية مهم جدا لأبنائنا حتى يتعودون التكلم بالعربية. ثم خامسا تدريب الخطابة المنبرية وعقد المسابقات بين نخبتهم لمستوى الصغار ومستوى الكبار. مثلا للمدرسة الثانوية هم يجتمعون ويتسابقون في الخطابة المنبرية، وكذلك لأبناء المدرسة العالية للكبار. وأخيرا مهرجان اللغة العربية مرة في السنة يجتمعون ويتسابقون في بعض المهرجان اللغة العربية، مثلا قراءة النصوص الشعرية وقراءة الأخبار باللغة العربية، مثلا الخطابة باللغة العربية. كل هذه عقدنا في مهرجان اللغة العربية مرة في من اللغة العربية في المعاهد الحديثة، خاصة نحن في معهد الاتفاقية. وجود تطوير المنهج أو المناهج، أصلا نحن في المعاهد تعودنا باستخدام الكتاب
تعليم اللغة العربية من معهد غنطور. هذا فربما كل المعاهد في إندونيسيا مستخدم بهذا الكتاب. ونحن استخدمنا منذ أنا درست في هذا المعهد، وحتى الآن استخدام في هذا الكتاب دروس اللغة العربية. لكن نحن نحاول أن نزيد من الكتب الجديدة الحديثة، الانتقال من الكتب التقليدية إلى الكتب العصرية المصمم لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. أصلا الكتب المصممة في تعليم اللغة العربية دائما يأتي بالكتاب المخصص للتلاميذ وكتاب للمعلم، وهذا التصميم يكون سهلا للمعلم للمدرس. كيف مثلا الصفحة، الدرس الأول التحية والتعارف، كيف نعارض هذا الدرس إلى المدرس، كيف البداية الافتتاح، كيف الختام، كلها موجود في الكتاب المعلم. ثانيا مراعاة الثقافة الإسلامية. كما عرفنا أن العربية هي لغة الدين، لغة الإسلام، لغة القرآن، لغة الحديث. فلذلك نعلم الطلاب بهذه اللغة، وكذلك نعلمهم العلوم الشرعية، نعلمهم الفقه عبر العربية، نعلمهم التوحيد بالعربية، نعلمهم التاريخ بالعربية. إذن كل هذه المواد تكون وسيلة لنعلم الطلاب العربية، أي بوسيلة الفقه نعلمهم كيف المصطلحات الفقه بالعربية، نعلمه التوحيد أي نعلمهم مصطلحات اللغة التي تتعلق بالتوحيد. ثم مناسبة المناهج بالبيئة التعليمية. هناك الكتب، يعني الآن كثير من الكتب مصمم في تعليم اللغة العربية للصغار، مثلا تعليم اللغة العربية للكبار، تعليم اللغة العربية للمدارس الإسلامية. فلذلك نحن لابد أن نراجع من الأهداف التي صمم هذا الكتاب لأجل أو لمستوى من الذي سيتعلم باستخدام هذا الكتاب. فلذلك نحن جربنا الكتاب دروس اللغة من معهد غنطور، وكذلك الكتاب المصمم من السعودية العربية بين يديك، وكذلك جربنا الكتاب العربية للناشئين. كل هذه الكتب مصمم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. ثم الاهتمام بالمهارات الأربع: الاستماع، الكلام، القراءة، والكتابة. نحن كمعلم لابد أن نعرف كل هذه المهارات الأربع، كيف التدرج في تعليم كل هذه المهارات. مثلا الاستماع، لابد أول شيء نعلم الطلبة يعني من الاستماع، كيف الأصوات، كل الحروف فيما يتعلق بالعربية، الهجاء، حروف الهجاء. وكذلك كلام، كيف ندربهم التحدث، التكلم أمام الآخرين. ثم القراءة، ثم أعلى من مستوى اللغة العربية وهي الكتابة. ثم أخيرا تعلم اللغة باستخدام طرق التدريس الحديثة المباشرة، السمعية، الشفهية، والانتقائية. ونحن نبتعد من الطريقة التقليدية، الترجمة.
وهذا منهج تعليم اللغة العربية في المعاهد الحديثة. ونوريكم الكتب المستخدمة في المعاهد الحديثة. أولا دروس اللغة العربية كما عرفتم، ثم هناك الكتاب أحب العربية. هذا الكتاب مصمم خاصة في تعليم اللغة العربية للصغار المدارس. تقريبا 8 أجزاء مجلدات. ثم كتاب التعبير، كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية، هذا مصمم لسنتين. مصمم لسنتين، المستوى الابتدائي مبتدئين، ومستوى أول الثاني الثالث والرابع، 5 مستويات، أي لكل مستوى سمستر واحد. كل الدروس الإسلامية تدرس باللغة العربية بوسيلة سلسلة تعليم اللغة العربية. ثم ثالثا العربية بين يديك، وهذا كتاب ممتاز جدا، يتكون 4 مجلدات: الكتاب الطالب وكتاب المعلم، ثم كتاب التكلم، كتاب العربية بين يديك، وكتاب تكلم لدي أسطوانة السمعية. فلذلك هذا الكتاب مجهزة لتعليم الاستماع أو الأصوات. ثم أعضاء هيئة التدريس خاصة في تعليم نعم. الوقت على وشك الانتهاء. أعضاء هيئة التدريس المعلمون متمكنون ومؤهلون، منهم خريجون من مصر والسودان، اليمن، الجزائر، المغرب وتونس، السعودية. وجود العلاقة مع مدرسي الشرق الأوسط حتى تمكنوا الاستفادة من الاستضافة على مدى السنة. كل سنة نحن عندنا استضافة الضيوف من الشرق الأوسط. ثم اتجاهات تعليم اللغة العربية. قال جون لوك عن تعليم اللغة العربية قال أن يتعلم الناس اللغة لأجل التعامل مع المجتمع، فلذلك نتعلم اللغة العربية كوسيلة للاتصال. ثم أخيرا شكرا لكم على حسن المتابعة، أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، شكرا للدكتور الأستاذ للدكتور بحر أمير على هذه الكلمات، أو على كلماته القيمة. وكما أنه قد شرح لنا بعض أنواع الماحي في أندونيسيا، وذكر لنا بعض سماتها، وكذلك الدكتور قد نبهنا بأن العربية هي المدخل الرئيسي إلى فهم الشرعية الصحيحة أو السليمة. والآن سوف ننتقل إلى المحور الثاني الذي سيلقيه الأستاذ محمد رضا الماجستير، فليتفضل الأستاذ بإلقائه مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية لغة أهل الجنة، وجعل نبيه صاحب البلاغة والبيان، وجعلنا من المتكلمين بهذا اللسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا العلوم الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي في هذه المناسبة
البديعة. نشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة، ووفقنا بأن نجتمع في هذه القنوات، يعني بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. وكما أتوجه بالشكر والامتنان للدكتور ذو الخير صفيان والدكتور بحر الأمين الماجستير، يعني بغزير علومه، ونفعني الله بغزير علومه وبحسن أدابه ولطفه. عسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مكتوبا في صفحاته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله أنا سعيد جدا بهذه المناسبة، يعني لا سيما بأن أكون محورا في اليوم. ونشكر على رئيس الجلسة الأستاذ رفقي بن تكبير. إن شاء الله سيكون الماجستير فيما بعد إن شاء الله. لماذا أهتم للغة العربية؟ لأن كما عرفنا هذه المناسبة يقع في الأمم المتحدة في السنة 1973 بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية واللغات العمل في الأمم المتحدة. لذلك هذا يسمى بهذه المناسبة. وثم نمشي إلى اليوم. أنا يمكن سأتكلم معكم عن تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في المعاهد الحديثة وفق المدخل الاتصالي. طيب، قبل أن نمشي في الناطقين بغيرها، هناك تعليم اللغة العربية بوصفها اللغة الثانية، وتعليم اللغة العربية بوصفها اللغة الأجنبية. التعليم اللغة بوصفها اللغة الثانية فإنه تعليم اللغة العربية في بلاده، لأن التعليم اللغة العربية في بلاد أهل اللغة. مثلا أنا أسافر إلى السودان وأتعلم اللغة العربية من أهلها، هذا يسمى بالتعليم اللغة العربية بوصفها اللغة الثانية. وأما التعليم اللغة العربية بوصفها اللغة الأجنبية، أن التعليم اللغة العربية من وسائل الإعلام والتعليم لكن في بلاده، وهو لا يعرف التقاليد والعادات من أهل البلاد، من أهل اللغة الذي سيتعلمه. هذا يسمى بالتعليم اللغة العربية بوصفها اللغة الأجنبية. وثم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نجد في الآية الكريمة نوع من التفاعل يقتضي المشاركة والاتصال والفهم والإفهام، ولن يتم التعارف والتفاهم من غير اللغة، ولن يتم التعارف والتفاهم من غير اللغة. فالمعنى المعجم للغة يتضمن 3 أشياء، فهو الأول الكلام، ثم الثاني الصوت، ثم الثالث النطق. وكما عرفنا أن الذي عرف ابن جني في كتابه الخصائص بأن اللغة أصوات يعبر بها قوم عن أغراضهم.
أصوات يعبر بها قوم عن أغراضهم. ثم ومن خصائص اللغة العربية هي الأول نعرف يعني المشتقات. مثلا من كلمة نكث ثم كنس ثم نكس كنس ثم بعده نكس كنس وهكذا. هذه يسمى بالمشتقات. وأحثكم أيها الطلبة بأن نعلم فإن هذه اللغة العربية ليس مجرد اللغة، فإنما هي اللغة العربية لسان كائن حي. وأعطيكم المثال أو أضرب لكم المثال. حرف الميم، في هذا حرف الميم تجده حرف السموي. لماذا؟ كل ما يتعلق بأسماء مرتبط بالميم، مثلا أنت تقول السماء والنجوم والقمر والغيوم والملائكة، حتى الأم وكذلك الأم لأنها السماوية عاطفية في كل اللغات يوجد هذه الحروف وهو الميم. المثال مامو، ماذر، أمي ومامية، هذه هو. إذن تجده حرف السموي، الميم هذا حرف السموي. ثم الثاني حرف الراء تجدها أرضية. مثلا أنا أقول لكم الخبر والتراب والحجر والصخر والرمل والبحر والبشر والثرى وكلها رائية. إذن هذا يسمى حرف الراء تجدها أرضية، كلها في أرض. نعم. ثم الثالث حرف الحاء تجدها طاقوية حرارية. المثال تجدها طاقوية حرارية، المثال الحرارة، الحمى والحريق. ومن هنا فالدليل أن اللغة العربية لغة عظيمة، يعني كائن حي لا يمكن أن تقارن بين أي لغة في هذا العالم. فتوجد فيها 12 مليون مفردة، ما شاء الله، 12 مليون مفردة، ولن تجدها في أي لغة. طيب، ثم نمشي إلى تعريف الاتصال. أصلا من تعلم اللغة العربية وهو الاتصال، يعني بين المتكلم والمستقبل، هذا يسمى بالاتصال. يمكن سأشرح لكم. الاتصال هو عملية التفاعل بين فرد وآخر وبين مجموعة من الأفراد ومجموعة أخرى، وذلك بهدف التفاهم والمشاركة في خبرة المباشرة التي تعدل في سلوك الأفراد. والاتصال يكون بين المرسل والمستقبل، وهما عنصران أساسيان من عناصر الاتصال اللغوي. ونموذج الاتصال كما نقوم هنا، الأول تركيب الرموز يعني يأتي علينا الخبر، وكيف يكلم هذا الرموز المرسل إلى المستقبل، وكيف هذا المستقبل يستطيع أن يستقبل هذا الرموز، فك الرموز هذه حتى يستطيع في مستمع وقارئ. وأما المرسل هو يتكلم ويكتب، وهنا الوسيلة. إذا تركيب الرموز نعيدكم مرة أخرى، يمكن سأوضح لكم في التدخل اللغوي والتخرج اللغوي إن شاء الله في هذه بعد. تركيب الرموز، الأول المرسل وهنا المستقبل. تركيب الرموز كيف يأتي الخبر من هذا المرسل من حيث الكلام أو الكاتب إلى المستقبل، والمستقبل كيف أن يفهم هذا الرموز من مستمع وقارئ. طيب، ثم كذلك
موضحة في شكل التالي. تمام. انظر هنا أيها صديقي وأحبائي رحمني ورحمكم الله. في هذه الشكل نجد أن الموجهات الصوتية من مداخلات السمعية تدخل إلى الدماغ ويعمل فيه العمليات الفكرية والعمليات اللغوية ويخرج الكتابية. إذن هنا الموجهة الصوتية وهنا المخرجات النطقية وهنا المداخلة السمعية والمداخلة البصرية. إذن كلما نسمع وكلما ننظر نكتبها وننطقها في عملية الفكرية وعملية اللغوية. نعيد مرة ثانية. الموجهة الصوتية مما سمعناه من الكلام وكذلك من أي شيء ما سمعناه ومما بصرناه ومما رأيناه، هذه يسمى بالمداخلة. وأما المخرجات الكتابية والمخرجات النطقية هذه مما سمعنا ومما كتبنا. هنا يسمى بالمهارة الاستماعية، مهارة السمعية، وهنا المهارة المشاهدة. طيب، يكون من هذه إنتاج جمل ما بين الناحية النفسية حتى يقفوا على الخطوات أو مراحل التي تم بها إنتاج هذه الجملة. وهذه الخطوات هي الأول صوت الرسالة أو الجملة التي يجب أن تحلل من حيث المستوى الصوتي بفروعه. الأول النطقية. إذن كل ما ننطق كما قلنا حديثا، يعني اللغة هو الصوت، الكلام والنطق. والسمعية ثم الفيزيائية ثم الفونولوجية. ثم الثاني مفردات هذه الرسالة التي لا بد من تعرفها وتحليلها وربطها بمعانيها ودلالاتها. ثم الثالث بنية هذه الرسالة وتركيبها إذا يجب تحليل مكوناتها للوقوف على علاقة كل كلمة منها بالكلمة أو الكلمات الأخرى في التركيب. والأخير ترجمة هذه الرسالة وفهمها فهما حقيقيا، وهذا الفهم يتوقف على الخلفية السابقة للسامع عن هذه الرسالة. والشكل التالي يوضح هذه العلاقة في عملية الاتصال. كما قلت لكم أن من مخرجات من مداخلات السمعية والمداخلات البصرية هناك يسمى بمهارة الإنتاج، مهارة الإنتاج. وأما المخرجات النطقية والمخرجات الكتابية يسمى بمهارة الاستقبال، مهارة الاستقبال. انظر إلى هنا، نعيدكم مرة أخرى. مهارة الاستقبال يجدها من القراءة والاستماع، من القراءة والاستماع. وأما الكلام والكتابية هذا هو مهارة الإنتاج. مهارة الاستقبال يجدها من القراءة والاستماع. وأما الكلام والكتابة تجدها من مهارة الإنتاج. كما قلنا من قبل قليل بأن المداخلات البصرية والمداخلات السمعية تخرجها أو نقول بالتدخل اللغوي والتخرج اللغوي، التدخل اللغوي والتخرج اللغوي. طيب، ثم مفهوم المدخل الاتصالي. وكما قال دكتور بهر الأمين قبل قليل، يعني واقع التعليمي في المعاهد الحديثة والمعاهد التقليدية. وسوف إن شاء الله سنقارن إن شاء الله بإذن الله إذا وجدنا الفرصة، يعني
هناك الفرق بين تعليم اللغة العربية في المعاهد الحديثة والمعاهد التقليدية في ضوء المدخل الاتصالي أو في وفق المدخل الاتصالي. أنا أقول لكم أستاذ محمد رضا على هذا التداخل. نريد أن نذكركم بأن الوقت على وشك الانتهاء، ونضيفكم 3 دقائق، ونرجو منكم استغلال هذه الدقائق بأفضل ما يمكن. شكرا. طبعا. ونعم، هذا المهم. المدخل الاتصالي تشكل من النظرية الوظيفية في اللسانيات، ضرب النظرية المعرفية الحديثية في علم النفس، والأخيرا ضرب علم اللغة الاجتماعي. إذا المدخل الاتصالي تشكل من النظرية الوظيفية في اللسانيات والنظرية المعرفية الحديثية في علم النفس وعلم اللغة الاجتماعي، تشكل لنا المدخل الاتصالي. وتعريف الكفاية: هناك الكفاية اللغوية والكفاية الاتصالية. الكفاية اللغوية يعني اللغة ويطبقه بدون انتباه أو تفكير واعٍ به. تفضل أستاذ. جزاك الله خير. جس انتهينا. طيب. تمام. في مشكلة أستاذ رضا؟ تمام؟ خلاص تمام. انتهينا. طيب انتهينا؟ تمام. طيب جزاكم الله خيرا. أنا جزاكم الله أعتذر خير. ربما لم أسمع جيدا الصوت هنا، انقطع نعم، ما الشبكة. مشكلة. تمام. وشكرا نعم. جزيلا لأستاذ محمد رضا الماجستير على هذا الإلقاء القيم، وهو قد أشارنا إلى بعض أسرار أو خصائص أحرف العربية في حركة، وضرب لنا أمثلة من حرف الميم والراء والحاء، ويعني نبهنا بإذا يعني بعض النظريات في حول المخرجات والمداخلات اللغوية، أو ما يسمى مهارة الإنشاد ومهارة الاستقبال. شكرا لكم أستاذ على هذه اللقاء القيم. والآن جزاك الله خير. تعال بنا ننتقل إلى المحور الثالث، وهو المحور الأخير من هذه الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي سيقوم بإلقائه فضيلة الدكتور ذو الخير سفيان الماجستير
فليتفضل سماحته بتقديمه مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيب الله المصطفى وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى. أشكر شكرا على رئيس الجلسة الذي أتاح لي الفرصة لأقدم مقالة موجزة عما تتعلق بواقع تعليم اللغة العربية في المعاهد الحديثة. انتظارا للمقالة أريد أن أقدر الشكر ثانية إلى سعادة الدكتور بحرم أمين الماجستير الذي قدم تقديما قيما واستفدنا منه أكثر وأكثر. ثم يليه الأستاذ محمد الرضا الماجستير الذي قدم مقالة علمية، والحمد لله استفدنا بهذا التقديم. وجاء دوري هذه الساعة أقدم لكم عما يتعلق بواقع تعليم اللغة العربية في مدار المعاهد الحديثة. السؤال الأول أريد أن أطرحه: لماذا المعاهد الحديثة؟ أن هذه المؤسسة تهتم اهتماما بمهارة اللغة الأربع: الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. هذا الأول. فلكونها تهتم بهذه المهارة الأربع فلا بد من التقنيات، فلا بد من الطرق، فلا بد من الأساليب للوصول إلى هذه المهارة. وقبل كل شيء أنا أريد أن أقدم لكم بعض الصور التي تتعلق ببرامج تعليم اللغة العربية في المعاهد الحديثة. وآخذ معهد المنار نموذجا. الآن نحاول بأن نشوف هذه الصور. نعم أدمن، تفضل. ما شاء الله، تفضل تفضل تفضل. هذه هي. لاحظنا نحن بعض الصور التي تتعلق بالنشاطات اللغوية في المعاهد الحديثة. وأحيط بكم علما أن معهد المنار الحديث بإقليم آچه بمنطقة آچه بسار تابع لمؤسسة كبيرة معهد guntur الحديث في جاوا الشرقية. ومعظم أساتذتنا من خريج هذا المعهد وأنا داخل فيه. طيب، الآن أنا أريد
أن أتناظر مع أيها السادة في هذا المقتبس. اقتبست من مقالة شيخي الدكتور الحاج أحمد هداية الله زركشي الماجستي في مقالة جورنال لسان الطاق، وهذا القول قول شيخنا حمكا محمد عبده وآثاره في إندونيسيا. هو يقول إن انتشار النهضة الإسلامية في العالم الإسلامي قد أحدث اتجاها جديدا في مجال التربية والتعليم. كيف نلبي هذا الاتجاه الجديد؟ وفي إندونيسيا أيقظ نسيم النهضة العلماء الإندونيسيين من غفلتهم حتى رأوا ضرورة تطوير التربية والتعليم، لأن متطلبات الأمة زادت وتوسعت، بجانب أن النظام التقليدي في المعاهد التقليدية بطيء للغاية وقد لا يناسب ولا يوازي بمقتضيات الأمة في العصر الحديث، ويحتاج إلى إعادة النظر في تناسب الظروف والمادة والزمان المخصص لها. أنا لا أريد أن أفرق بين المعاهد الحديثة والمعاهد التقليدية. لماذا؟ لأن هذه المعاهد قد دعمت دعما كبيرا في بناء هذه الجمهورية، فربما هناك اختلفت في الاتجاهات فقط، في الاتجاهات، اتجاهات تعليم واتجاهات في بناء الأمة مثلا. أنا لا أريد أن أفرق، لكن أنا يعني أريد أن أهتم بماذا؟ متطلبات الأمة زادت وتوسعت. هذا هو، زادت وتوسعت. لكن قبيل ذلك من فضل لكن قبيل ذلك نريد أن نتفهم أولا في مجال تعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها، لأن ماذا؟ تعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها. عندي 4 أسئلة. كيف تنظر إلى اللغة؟ الثاني كيف تتناول اللغة؟ والثالث كيف تقدم اللغة؟ والرابع كيف تدرب اللغة؟ هذه الإجابة كتبت في هذه المقالة، لا يحتاج إلى سؤال فردا ففردا. تفضلي الأمين. أيوة. السؤال الأول كيف تنظر إلى اللغة؟ إذا كان الهدف تعليم اللغة العربية لغير ada wawasan film itu ada wawasannya dah. Kami belum guys, soalnya swasta. Nggak dapat juga dari Kementerian. وصلنا نحن إلى الإجابة هذه الأسئلة ال4. كيف تنظر إلى اللغة؟ تنظر إلى اللغة نظرة شاملة. كيف تتناول اللغة؟ تتناول اللغة بطريقة متكاملة. وكيف تقدم اللغة؟ تقدم اللغة في كلام طبيعي وضمن سياق مفهوم. وكيف تدرب اللغة؟ تدرب اللغة على النحو والتقنية. طيب أنا أريد أن أرى شيئا
نظرة شاملة، طريقة متكاملة، كلام طبيعي وضمن سياق مفهوم ثم على النحو وظيفية. طيب أي واحد يريد تعلم اللغة العربية خارج الفصل وداخلها لابد من أن يهتم بهذه الأمور الأربعة. لماذا؟ لأننا نريد أن نرى اللغة متكاملة متكلمة من الاستماع ومتكاملة من الكلام ومتكاملة من القراءة ومتكاملة من ماذا الأخير الكتابة. طيب لماذا لا بد من أن نرى اللغة شاملة؟ قال ابن الجني، وهذا بما قاله أستاذ محمد رضا: اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، إن لم تبلغ أغراضه فلا تصل اللغة، لأن قد يفهم اللغة غير مفهومة. لغة الطيور مثلا إن فهمها ما في مشكلة، لكن أنا أريد أن أقول أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. الناس في مرحلة نموه سوف يستمع إلى الأصوات. مثلا الصبي مثلا كيف يكتسب الأصوات؟ هو يكتسب الأصوات بالمحاكاة بعد السماع، ثم يعبر كل قوم يعبر، وهذا التعبير تمثيل لماذا؟ للكلام. إذن بعدما سمعنا شيئا ثم نعبره، أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. ربما التعبير هذا بالمشافهة، ربما التعبير هذا بالكتابة حتى يقرأ الناس وحتى يستمع الناس. هو ده. ثم يليه بداية اهتمام العرب بتعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية في العقدين الثامن والتاسع من القرن العشرين. موجزا تكلم عن هذا الدكتور بحر أمير، لكن أنا فقط أرى في بداية معهد الختوم الدولي للغة العربية أسس في العام 1974 لأغراض تعليم اللغة العربية على أسس علمية حديثة. لأغراض تعليم اللغة العربية على أسس علمية حديثة. هذا بوصف ماذا نقول معهد الختوم، هذا بوصف الجامعة. ثم معهد اللغة العربية بجامعة الرياض الملك سعود حاليا أسس في العام 1975. إن كان فيه غلط سوف يقترح بعض المستمعين في هذه الندوة، لكن أنا أريد أن أقول لكم الأستاذ هداية الله زركشي قال في مقالته أن معهد بنطور اهتم بتعليم اللغة العربية منذ عام 1926. اهتم بذاك. اهتم بماذا؟
بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وشرطه سكن. أعيد الكلام لأن هذا مهم يا أستاذ في هدايتي. أن ما قال الأستاذ الدكتور هداية الله زركشي في مقالته التي اقتبستها من جديد، أن معهد غونتور Ponorogo Jawa Timur معهد دار السلام اهتم بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها منذ عام 2926. هذا يدل على ماذا؟ على أن المعاهد الحديثة وخاصة في أندونيسيا، آنذاك الإندونيسيا لم يحصل على استقلاله، لم يحصل على استقلاله عام 26، لم يحصل. صحيح يا أستاذ فيزان. لكن الاهتمام بلغة الدين، الاهتمام بثقافة الإسلام قد بدأه بدء، وانتشر خريجه وفعل مثل فعل أبوه يعني، وهكذا. وشرطه ماذا؟ وشرطه نحن نقول يعني في غونتور المنطقة، في من يقول الفريعة، وفي السودان يقال يعني داخلية، وهكذا. أنا زرت مصر وزرت السودان وتعلمت في السودان، فرأيت المعاهد التي اهتم مثلا بحفظ القرآن أو بنشر اللغة العربية وكذا وكذا وكذا، تفرد ماذا؟ تفرد السكن. شيء واحد هذا، كأن غونتور يريد أن يقول أننا كلما دخل إلى معاهد الحديثة نتعلم اللغة مثل ما العرب يتعلم لغته. لولا سكن فلا شيء له. فلا شيء له. طيب. ففي هذه المناسبة اختتاما لهذا التقديم، أنا أريد أن نقول موضوعنا واقع تعليم اللغة العربية في المعاهد الحديثة. نحاول أن نجدد أو نحاول أن نوسع أو نحاول أن نأتي بشيء حتى يكون يعني تعليم اللغة العربية في المعاهد ماذا نقول الحديثة أسرع وأجود وأحسن وأفضل، فقط يعني في التقنيات، فقط يعني في الأساليب، فقط يعني الطرق. وأنا اقترحت في الأخير يا أدمي، في الأخير ربما قبل الأخير، أيوه قبله، أيها هذا علما لكم لسادة الأساتذة أن Aceh امتازت بالقانون المحلي ما نقول BUPA undang-undang pemerintah Aceh. ومن بنوده هذا هو Aceh merupakan bla 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 bla. هذا مقروء، هذا لا يحتاج إلى تفسير لأن هذا القانون. ويليه أدمن ها هو ذا أكتري مشروع الكتاب التعليمي مثل ما فعل العرب كالعربية بين يديك، العربية للناشئين، مع مراعاة ما يأتي الاتجاهات، يعني الاتجاهات في تناول اللغة بطريقة متكاملة، الاهتمام بالثقافة الإسلامية، ثم الاهتمام بالثقافة المحلية، ثم المؤثرة في ذلك ماذا؟ تكنولوجيا التعليم.
هذا المجال يفهمه تماما الدكتور بحر أمير لأنه تكلم هذا في بحثه الدكتوراه. سوف نستفيد فيما بعد عن هذا المجال إن شاء الله. وأكتفي بهذا القدر وأستعفيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الدكتور ذو الخير سفيان على إلقائه القيم، وهو قد يعني أشارنا النقطة المهمة في تاريخ تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في أندونيسيا. يعني أشار إلى اهتمام معهد دار السلام غنتر منذ 1926 القرن الماضي، وكما أنه قد دعانا جميعا يعني الزملاء والمتابعون الكرام إلى تطوير تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، يعني من حيث التقنيات والمناهج إلى غير ذلك. وشكرا لكم يا دكتور على هذا اللقاء القيم، ونشكركم شكرا جزيلا. والآن نفتح المجال لجميع المتابعين الأفاضل من أجل طرح الأسئلة والمداخلات. فمن كان لديه أي استفسار فليتفضل بإرساله إلى الدردشات الموجودة في هذا الموقع الشاشة. أعيدكم بأن من كان لديه أي استفسار أو سؤال أو مداخلات فليتفضل بإرساله إلى الدردشات الموجودة في الموقع أو في هذه الشاشة. نعم، هنا سؤال واحد من فتور رشدي. Assalamualaikum, saya mau bertanya bagaimana cara memotivasi santri agar berminat berbicara bahasa Arab di pesantren? Apakah layak santri yang serius berbicara bahasa Arab diberikan gaji atau insentif bulanan oleh pengajar pesantren atas jasa berbicara bahasa Arabnya? Karena saat ini percakapan bahasa Arab di pesantren sudah hampir hilang atau tidak berjalan. Bila tidak diberikan gaji atau insentif bulanan bagi santri-santri yang rajin berbicara bahasa Arab di pesantren, maka percakapan bahasa Arab di pesantren terancam akan hilang. Karena menurut saya saat ini kunci berjalannya percakapan bahasa Arab di pesantren tergantung pada santri yang rajin berbicara bahasa Arab. Baik, soal ini bagaimana cara motivasi santri agar berminat berbicara bahasa Arab di pesantren? طيب، الإجابة نفضلها إلى فضيلة الأستاذ بخروم أمير. الدكتور بخروم أمير فليتفضل بتوجيه هذه أو إجابة هذه السؤال مشكورة. طيب، جزاك الله خير. السؤال هذا يعني من مشكلات تعليم اللغة العربية في المعاهد. يعني شيء طبيعي، الأشياء يعني مجبرة للطلبة. بعض الأحيان الطلبة متكاسلون، كسلانين بالظروف، أنهم ليس لديهم القدرة في التحدث بالعربية. فهذه يعني أصبحت من مسؤولية هيئة التدريس أو من مسؤولية هيئة تركية اللغة العربية من معهد أو في المعهد. فلا بد من أعضاء هيئة
تركية اللغة يقوي المحكمة اللغة لمن يتجاوز، لمن لا يتحدث العربية فلا بد لديه العقاب، العقوبات لمن لا يتكلم بالعربية. مثلا كما قلنا سابقا في كلامي العقاب، فربما في توظيف الكلمات، وضع الكلمات في الجملة المفيدة، أو العقاب الطالب ينظف الحمامات في الداخلية الطلبة، أو ينظف الفصول. وليس كل شيء بالمال أو بالفلوس، سيكون المعهد خسارة، أن الميزانية للمعهد ليس كبير كمثل في الدول العربية، يعطى الطلاب الطعام، السكن مجانا، ثم الراتب شهرية. لم نجد كمثل هذا في بلدنا إندونيسيا. فهذا ليس فقط الحل لهذه المشكلة بالفلوس، وأهم شيء يعني الطلبة لا نتركهم كما شاءوا، لا نتركهم وفعلوا كما شاء. هيئة تركية اللغة لابد هناك نظام والقوانين للطلبة الذين سكنوا في الداخلية، لمن لا يعمل أو لا يتكلم أو لا يتحدث بالعربية، إذا تجاوز مرة مرتين 3 مرات ومرات عديدة فربما نطرده إلى الخارج. هذا سيكون تخويفا للآخرين. مثلا نرجعهم إلى بيتهم 3 أصابع، وهذا ربما على وجه تشديد أو شدة على عقوبات لمن تجاوز في النظام استخدام اللغة العربية. فربما إضافة من نخبة المتحدثين أو الآخرين، فتفضل. طيب شكرا لكم يا الدكتور نعم. أمير على هذا، يعني على هذه الإجابة. أستاذ محمد رضا، هل في إضافة لهذه الإجابة؟ أو أكثر شيئا مهما جدا في تعليم اللغة العربية، مشكلتنا في المعاهد يعني ليس لدينا نموذج أو قدوة لتعليم اللغة العربية أمام الطلبة. فلذلك نحتاج لجميع المدرسين الذين ساهموا في تعليم اللغة العربية نبدأ بتعليم التراكيب أو جعل الجملة المفيدة. هناك الكتاب مخصص في هذا التعليم سمي بكتاب تدريبات على الأنماط. مثلا كما قلنا كما عرفنا هناك الجملة والقالب، هناك الجملة والقالب. أما القالب في العربية محددة، أما الجملة غير محددة. مثلا القالب استخدام فعل وفاعل والمفعول. مثلا تحدثت مثلا ضرب علي محمدا،
ضرب علي محمدا، أو كلمة آخر اشترى علي كتابا، هذا قالب واحد، اشترى علي كتابا وجملة واحدة. لكن نأتي الجملة الأخرى اشترى علي فاكهة، هذا جملة آخر لكن في القالب واحد. وهذا نقترح للمدرسين اللغة العربية نجعل تعليم اللغة العربية على أساس كيف الطلبة يتحدثون بالعربية، ولا نفضل في تقديم تعليم اللغة العربية بدروس النحوية، بل نفضل الدروس كيف الطلبة يبدأ بالكلام حتى هم قادرون في التحدث بالعربية. فربما جميع الطلبة في المعاهد الآن على كثرة الطلبة في المعهد والمدرسون أغلبهم لا يسكنون في الداخلية ويسكنون في خارج المعهد، لا يؤثر في حياتهم أي في التحدث اليومية. فلذلك أنا قلت أقترح بقسم الإعلام، لابد هناك قسم الإعلام في المعهد، تعميم المعلومات في المناسبات المختلفة باللغة العربية، مثلا الدعوة للطالب كذا وكذا أن أبوه جاء إلى المعهد باللغة العربية، ثم إذاعة والأغاني بالعربية للأوقات الراحة كمثل وقت الطابور في أخذ الطعام في المطبخ عند الفطور والغداء والعشاء، ثم تسجيل صوت الحوار بين الطالبين مسجل عند إذاعة المعهد، ثم نشر الأنباء والمخاطرات باللغة العربية عبر إذاعة المعهد. كل هذه الوسائل لتعليم اللغة العربية خارج الفصل حتى الطلبة يستفيدون ويرددون الكلام بما سمعوا. وشكرا. شكرا دكتور على هذه الإجابة القيمة والاقتراحات يعني المفيدة لجميع المعلمين أو يعني المدرسين الذين يهتموا بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وشكرا لكم يا دكتور بحروم. وجزاك الله. والآن أنا أعتذر من جميع الزملاء الأفاضل المتابعون الكرام. طبعا لا يسع الوقت لنا بأن نسأل يعني نطرح جميع الأسئلة للمتكلمين، لكن سوف أحاول أن أختار واحدا أو اثنين منها ثم نكتفي من هذه الجلسة. السؤال الثاني موجه للأستاذ محمد رضا الماجستير حول المنهج. Jadi di sini Ustaz Ridho ada pertanyaan tentang metodologi yang baik untuk berbicara. Nah, ataupun di sini juga ada yang bertanya tentang metodologi yang baik untuk pelajaran mempelajari bahasa Arab. Namun di waktu yang lain si anak itu sibuk ataupun tidak fokus dengan pelajaran bahasa Arab itu sendiri. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair ya Ustaz Rifki. أنا سوف أشرح لكم عن طرق التدريس في ضوء المدخل الاتصالي. كما فهمنا أن الهدف من تعليم اللغة هو الاتصال، هذا مفهوم الكلام. والمنهج التي تبعها الطالب في أن يكون متصلا، يعني تدريس اللغة العربية لأغراض خاصة، تدريس اللغة العربية لأغراض خاصة، يعني لنعرف حاجات الدارسين. مثلا الطلاب يتعلم هنا عندنا في التعليم هناك التدريس اللغة العربية لأغراض خاصة الدبلوماسية، أو اللغة العربية لأغراض خاصة الطبيب، وهناك اللغة العربية لأغراض خاصة كثير
من الأغراض الخاصة الذي نريد أن نتعلم به، ولكن لابد أن يكون على حاجات الدارسين، هذا هو المهم. وثم نكون على الأغراض الخاصة للطلاب، يعني لابد أن يكون هذه حاجات الدارسين. مثلا حاجات الدارسين أن يكون مليما أو أن يكون مستوعبا للغة العربية الفصيحة. المشكلتنا الأجانب نحن نتكلم بالترجمة، هذه هنا المشكلة. لا سيما في المعاهد نبدأ من أول أن يحفظ، مثلا تعلمنا علم النحوي، وهذا النحوي ليس النحوي الوظيفي، لكن الجملة والكلمة أو نكون الأمثلة مصطنعة. مثلا أكل محمد أو ضرب محمد الذئب، وهكذا جزء. هذا مما فهمنا. أنا شكرا لابد أن أيوه. أعتذر ربما فيه الشغل. طيب شكرا يا أستاذ محمد رضا على هذه الإجابة الرائع. والآن طبعا أطرح السؤال الثالث لهذه الجلسة، موجه إلى الأستاذ ذو الخير سفيان، الدكتور ذو الخير سفيان. يعني طبعا فيه الأسئلة كثيرة، لكن أنا أريد أن أختار واحدا من هذه الأسئلة. يعني السؤال عن المحبة، يعني كيف نحب اللغة العربية، يعني لترقية ترقية المحبة في اللغة العربية حتى يسهلنا في التعليم وتدريس اللغة. بسم الله. كلام عن المحبة كما علمتم، كلام عن المحبة كلام عن المهارة الثالثة من مهارة اللغة العربية، يعني مهارة القراءة. إذن المحبة لا تتحدث عن كيف يتكلم، لكن المحبة قد تكون في مرحلة القراءة، كيف يصير القراءة. هكذا هو. إجابة بسيطة فقط أستاذ. لا شكرا نريد أن نشرح كيف مرحلة القراءة لمحب اللغة العربية، لأنني كما علمتم لازم كما قال أستاذ محمد رضا تعليم اللغة العربية مقسم إلى قسمين. أولا تعليم لأغراض عامة، والثاني تعليم لأغراض خاصة. في المعاهد التقليدية هم تفضلوا مثلا بطريقة الترجمة والقواعد، هذه الطريقة المثلى بالنسبة لهم، صح؟ لكن أي واحد منا يريد مثلا أن يستوعب الترجمة مثلا في القراءة والترجمة، فتكون بعدين الترجمة والقواعد تكون في الأغراض الخاصة لمن يريد ذلك. صحيح أم لا يا أستاذ؟ صحيح يا الترجمة والقواعد في أول ظهورها تكون طريقة الأولى في مدى استفادة المعلومات، مثلا المعلومات باللغة الأجنبية نقول هكذا، وخاصة في اللغة العربية. طيب صح. لو كان هناك واحد هذه طريقة الترجمة والقواعد، فيما بعد تكون ماذا؟ تكون تعليم اللغة العربية لأغراض الخاصة في العصر الحاضر فيما بعد لمن يتخصص في الترجمة.
ومن يتخصص في الترجمة لازم من أن يرجع إلى هذه الطريقة، لكن تكون ماذا؟ بغرض خاص. محب اللغة العربية محب كيف هو يحب شيئا وهو ليس منه، أو كيف هو يحب شيئا لم يكن لديه من يحبه، مثل ما أنا ما شاء الله أنا أحب هذه الفتاة الجميلة لكن أنا لا أعرف. لذلك أنا أقول المحبة في مهارة الثالثة من المهارات الأربع، يعني في مرحلة القراءة. إذن سبقته مهارة الاستماع وسبقته مهارة الكلام، وهو في مرحلة ماذا؟ مهارة الثالثة. إذن لازدياد حبه للغة العربية أكثر القراءة، ولا سيما الثروات الأدبية. اقرأوا واقرأوا القرآن حتى يستفيد من ذلك أكثر فأكثر. وأستغفركم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور سفيان على هذه الإجابة القيمة، وأشرنا يعني بأن المحبة تأتي بكثرة القراءة. وطيب أيها الزملاء والمتابعون الكرام، انتهينا من الأسئلة. الآن قد وصلنا إلى نهاية هذه الندوة العلمية المباركة، وأنا أعتذر من جميع الزملاء المتابعون الكرام، ربما ووصلتنا كثير يعني من الأسئلة، لكن لا يمكننا أن نطرح جميع تلك الأسئلة يعني للمتكلمين أو المتحدثين. ففي نهاية هذه الجلسة نحن نريد أن نشكر الأساتذة المتكلمين الأفاضل جزيل الشكر والتقدير، فضيلة الدكتور بحروم أمير، وكذلك فضيلة الدكتور ذو الخير سفيان، وكذلك الأستاذ محمد رضا الماجستير، على كل ما قدموه لنا وكل ما أفادونا، فهم أهل الشكر، أهل للشكر والتقدير. وكذلك لا ننسى أن نشكر جميع الحضور الكرام والمتابعين الأعزاء عبر موقع زوم على مشاركتهم لهذه الندوة المباركة. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علوما تنفعنا، وأن يمتعنا بمزيد من العطاء والتألق والموفقة. واختتاما لهذه الجلسة المباركة أو لهذه الندوة المباركة، تعال بنا نقرأ تسبيح الكفارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب صلى إليك. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. أستاذ رضا، أي سنة تخرجت من معهد الخرطوم؟ هذه سنة الحمد لله. تخرجت في أي سنة؟ 2023. 23. 2022. البحر. نعم. البحر. نعم حاضر يا أستاذ الدكتور. المفروض أستاذ رضا يعني ينتهي من الدراسة قبل مناقشتنا، لكن احتراما وكذا وكذا لنا فيؤخر أجل مصلحتنا. ما شاء الله. الله يبارك فيك. مبروك. جزاك الله خير. حياكم. يعني المشكلة ليس فرصة سعيدة، فرصة سعيدة جدا. جزاك الله خير. خاصة لمعهد المنار. يزداد التطور والازدهار إن شاء الله. أنا رأيت الطلبة ما شاء الله يعني كأنكم جالسون في القاعة الجامعة متطورة، يعني اللباس ما شاء الله مرتب ممتاز جدا. لباس مرتب. جزاك الله خير. أستعفيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Ustaz Rifki mata munakashah. نعم المناقشة أنا Jawab. يعني سلمت الرسالة إلى مشرف البحث في وربما واحد أخبرني أنها لا تنتزل كمان. كيف أستاذ؟ في واحد أخبرني على أنها لا تريد أن تنتظر طويلا. فقلت له ها ترجع إلى البقرة والسيارة لكنها برجلين. لو كان برجل الدجاجة برضو برجلين. إذا ها علامة سؤال كبيرة، من تنتظر؟ سريع يا رفقي، سريع يا. شوف أستاذ رضا ما شاء الله تبسمه تبسم السلف الصالح. الله. لا أنا سأسألكم يعني سؤال إن شاء الله سنواصل الدراسة في الدكتوراه يعني يمكن لو الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا يعني هدفا في التدريس النصوص التراثية في المعاهد الحديثة والمعاهد التقليدية في وفق هذا المدخل الاتصالي يمكن كيف على رأيكم؟ واصل يا بحث ممتاز هذا. عليك يا أستاذ رضا أن تواصل دراسة لأن ما في ضميرها تنتظرك. وأستاذ رضا ترجع سريعا لأن هناك ضميرها تنتظرك. نعم. لست إن شاء الله. تمام. جزاك الله خير. شكرا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ دكتور أستاذ محمد رضا. Sarifki. Jazakallah khair Sarifki. Dia kirim bumi. من أهل الجزاء والخير. Bisa. Ayo. Oke, bang.